يا ترى هو الجواز حلو ولا مصيدة؟ والإجابة هنا أنت ودماغك. في ناس تقولك الجواز مقبرة، وناس تانية تقولك لأ ده زي الفل وجميل، وناس فاكرة إنه الجواز ده بديب وورد وهنرمي نفسنا بمخدات وكلها ريش ونقعد نعيش لحظات بس رومانسية. كل واحد مفهومه عن الجواز مختلف، ومفيش حد اتفق على مفهوم الجواز زي التاني. كل واحد شايف الموضوع من وجهة نظره. بس هي الحكاية ايه؟ في الأول تعملي لايك واشتراك وشير وكتير. الأول بس أنا في حاجة عايزة أقولها لك، أنا عندي مشاكل وإنت عندك مشاكلك. عشان ناخد قرار كبير زي الجواز فإحنا مش بناخده عشان بس نجيب عفش ونروح نعمل فرح جامد جدا ونعمل صور وفوتو سيشن فظيع. لأ، هو الجواز ده قرار علاقة قوية جدا، قرار حياة كاملة انت هيتبني عليها كل مستقبلك اللي جاي. كل اللي جاي هتشوفه في رحلة جوازك. فلازم لما تختار حد تعرف تزعل معاه وتبقى فرحان معاه وتعرف تعيش حياتك معاه مرتاح، لأن اللي جاي كله هيبقى مع الشخص ده. فالجواز مش بس إنك هتقعد تفرح ويلا يا جماعة وزغاريت وأفراح ومخدات ريش وبس، في حاجات تانية في الجواز أصعب بكتير من كده. وعشان نبقى كويسين مع بعض في الرحلة دي لازم نعرف نختار الرحلة دي مع مين، ويكون أصلاً هنعمل فيها إيه. لازم أكون عندي وعي كامل وإنت كمان عندك وعي كامل، مفيش واحد فينا بيكمل التاني. لازم أكون أنا كامل جداً من جوايا عشان أنا كمان لما تبقى أنت كامل من جواك نعرف نكمل الرحلة دي مع بعض. مفيش واحد فينا يكون بيحارب لوحده، لا الست تبقى هي اللي مسؤولة ولا الراجل هو اللي يبقى مسؤول. إحنا الاتنين مسؤولين عن الحياة دي كاملة. أول سنة في حياتكو طبيعي هتبقى اختبار، طبيعي هيبقى كلها خناقات. ده مش قاعدة معممة، في ناس بتبدأ حياتها من البداية بتكون حياتها كويسة جدا. بس الحقيقي بقى إنه أول سنة جواز بتبقى صعبة جدا. إحنا بنتأقلم إن إحنا عايشين حياة مختلفة، عايشين مع حد مختلف، داخلين على مسؤولية مختلفة، فطبيعي بنبقى متلخبطين وعندنا نقص خبرة ومش عارفين نتعامل مع ده إزاي. وده حلو جدا، بس هيبقى حلو جدا لو إحنا واخدين الموضوع بجد. إحنا داخلين مرحلة جديدة ولازم نكون واعيين بيها جدا. هنعرف نتجاوزها مع بعض عشان الجواز يبقى حلو وعشان رحلتنا سوا تبقى حلوة. أول حاجة لازم تعملها في شريك حياتك إنك تتقبله. نتقبل بعض زي ما إحنا، يعني أنا فيا عيوب وإنت فيك عيوب، فنحاول إن إحنا نتقبل العيوب دي، نحاول نتمرن على إن إحنا نكون متفاهمين عيوب بعض دي، ويبقى عندنا مساحة إن إحنا هنتغير حتى لو واحدة واحدة وبحاجة بسيطة كل فترة. بس على المدى البعيد هنلاقي نفسنا اتغيرنا بجد وهنبقى كويسين. لكن لو خدنا الموضوع إنه أكيد مش هنتغير وأكيد إحنا الاتنين هيبقى لا عندنا نضج ولا عندنا وعي، واحدة واحدة مع نفسنا وكلنا هنتغير ونتقبل عيوب بعض ونتقبلها. تاني حاجة الاستقلالية بعيد عن الأهل. فهمني طبعا، يعني مش بابا قال لي إن أنت المفروض تعمل كذا وماما قالت لي إن أنت كنت المفروض ما تزعقليش وهما الاتنين قالوا لي إن أنا كان المفروض أقفش عليك المرة دي. لا، هو إحنا الاتنين عندنا خصوصية، ولا أمك طبعا تتدخل، لا أمك تتدخل ولا أمه تتدخل ولا أبوي يتدخل ولا أبوك يتدخل. دي حياتنا إحنا، دي مشاكلنا إحنا، دي قراراتنا إحنا. فحضرتك لازم تكون مشاكلنا بينا. إحنا في بينا مودة ورحمة، والمفروض إن إحنا نسأل الناس اللي أكبر مننا بس ما نسألهمش في مشاكلنا، ما ندخلهمش في مشاكلنا، ما نفرجش الناس علينا. وأنا عارفة إنه أهلنا مش ناس، أهلنا دول بيحبونا وبيقدموا لنا كل الدعم والخير، لكن أهلنا وهم بيحبونا ممكن تدخلهم في مشاكلنا تكبر، لأن هم هيقدموا رأي وهيكون صح جدا، بس مامتي هتزعل منك ومامتك هتزعل مني والاتنين هيشيلوا منك ومني. فالمفروض مشاكلي تبقى بيني وبينك، والمفروض ان حتى لما يقولوا عنك كلمة او يقولوا عني كلمة المفروض ان احنا ما نعرفهاش، لان هي بتقول من زعلها على بنتها وهي بتقول عن زعلها عن ابنها،
وهو بيقول عن زعله عن ابنه وهو بيقول برضه عن زعله عن بنته. فده مش معناه إنه مش بيحب جوزي أو مش بتحب مراتي، فده مش معناه برضه إن إحنا نروح نحكي. ما هو مراتي هتزعل من الاتنين وجوزي هيزعل من الاتنين. مشاكلنا إحنا، وإحنا اللي مسؤولين، وقراراتنا إحنا. فهمني وفهماني أكيد صح؟ لازم نتقبل إن إحنا مش كاملين، وإنه إحنا مش بنسعى للكمال. إحنا هنحاول مع الوقت إن إحنا نكمل بعض، نكمل المشاكل اللي عندنا ونحاول إن إحنا نشتغل عليها. اقبل النقص واشتغل على التكميل. ولازم نفهم بعض، نستوعب بعض ونحتوي بعض. لو إحنا مش عارفين نستوعب بعض ونحتوي بعض، دي هتبقى مشاكلنا كبيرة. مشاكلنا هتكبر عننا وهتكبر وهتبقى أكبر من إن إحنا نعرف نحلها. لازم نسمع ونحتوي ونحاول إن إحنا نستوعب إن إحنا مش كاملين. ما ننساش العشرة الحلوة يا جماعة والأيام الحلوة اللي إحنا قضيناها مع بعض. مش في كل خناقة نقعد نفكر بعض بس بعيوبنا، لأ، إحنا في ميزات بينا وفي حاجات بينا وعشرة حلوة، فنحاول نفتكر ده. والصراحة مطلوبة بس بلطف، يعني مش عشان أقولك حاجة مضايقاني منك فأجرح فيك. لازم أخد بالي من كلامي كويس. في كلام بيهد العلاقة اللي بينا وبيهد كمان الحياة بينا، فلازم تخلي بالك من كلامك. يعني ما ينفعش طول الوقت أحسسك بالنقص وبالعجز وأقول أنا ما قلتلكش حاجة على فكرة. لأ، لازم كلامنا يبقى مع بعض بالراحة، ونفتكر حدودنا مع بعض، ونفتكر إن إحنا مش عايزين نزعل بعض، إحنا عايزين نصلح المشكلة اللي بينا، مش عايزين نعمل مشكلة بينا. ولادنا دول ولادنا إحنا، مسؤوليتك ومسؤوليتها، فأنت لازم تتعلم تبقى معاها، وانتي لازم تتعلمي تبقى معاه. فهم مش ولادك وهم مش ولادك، هم ولادنا واحنا مسؤولين عن تربيتهم سوا. ولازم نفهم كويس قوي ان احنا كل حاجة بنعملها قدام ولادنا، سواء خناقات سواء حب كبير، هم كمان مع الوقت بيتدربوا ان هو ده الحب وهي دي المشاعر، وبيكبروا يدوا ده لجيل جديد، كمان بيدوا ده لشريك حياتهم. لو طلعوا ولادك أو ولادك شايفين إن انتوا مش بتحبوا بعض وإنه مفيش دعم لبعض وإن انتوا صوتكوا عالي، هيتعلموا إن الحب صوت عالي. فلازم تعلموهم إن الحب ده بيكون مودة ورحمة وعشرة طيبة، وإن احنا بنقدم لشريك حياتنا دايما دعم ومودة ولطف واحتواء، عشان ولادنا يطلعوا زينا ويطلعوا يقولوا ده بابا كان بيحب ماما ودول كانوا أحسن قصة حب في الدنيا. الحاجة اللي احنا مش عارفين نتأقلم عليها إن الستات بتفكر بطريقة والرجالة بتفكر بطريقة. فيا جماعة نحاول نفهم بعض. انت حاول تفهم إن الستات رومانسية وعصبية واللي بياكل معاها هو الكلام الحلو، مش لازم تكون فاهمة. والستات لازم تفهم إن الرجالة هادية وراسية وما بيفهموش غير لما تقول لهم الكلام واضح وصريح. فنحاول نفهم بعض ونقرأ، الرجالة تقرأ عن الستات والستات تقرأ عن الرجالة عشان نعرف نقرب من بعض. دي وسيلة هتقربنا شوية. ونتخانق صح، يعني لما نتخانق نقول الحاجات اللي مضايقانا على طول دايركت، ما نقعدش نلف وندور في الخناقة وفي الآخر ما نقولش إن مضايقنا. ما احنا بنتخانق نقول بالظبط احنا متضايقين من ايه، وبلاش حب امتلاك، احنا مش ممتلكات. وبس كده، باي باي.